باحترامي سيدي. مراد، القبعات الخمرية على الباب، راح يدخلوا يطالعوك هلا. بدي منك تتعاون معهم تطلعوا. عفوا سيدي الرئيس، أنا أساسا على وشك إني أترك القاعدة، وبعد ما أخذ السلاح النووي بتقدر تستلمني وتستلم السلاح وشو ما بدك كمان. أنا بدي إياك تسلم حالك فورا. ما بقدر أتراجع بهالمرحلة، أنا قريب كتير من الأسلحة. الأمريكان بلشوا يحضروا لعملية اقتحام كبيرة، ما في مجال وقتها إنك تطلع من هنيك عايش. أنا بلشت بشي سيدي الرئيس، وبعرف إنه رح يحطكم ويحط بلدي بموقف صعب، بس آسف رح كمل للأخير. جيبوهم وتعالوا. امشي يلا امشي. مراد رفض انه ينسحب. شو قراركم سيدي؟ قراري انه تتحرك المجموعات، لا تسمحوا للامريكيين انهم ياخذوا مراد شو ما كان الثمن. ليش لهلا ما عم تتنفذ العملية؟ سيدي، أرون فيلر بإيد مراد علمدار، وهو يلي عطى الأوامر إنه ما تصير المداهمة. ما حدا بيهمني بنوبيا ابني بمن فيهم هذا اللي اسمه فيلار. انهولي هالبهدلة هي، حتى لو عند اللزوم بيموتوا كل الموجودين بالقاعدة. مين هاد؟ ما بعرف خالي، ما بعرف مين هدول. رد لنشوف مين. مين بيتصل بالتاني بهيك ساعة يا خال؟ يمكن رفقاتك عم يتصلوا مشان تروح تسهر. ردوا لك. الو، مين انت؟ خالي، ليش عم تسكر بوشي؟ مشي حال الشغل. لا يا اخي، ما في عنا هون واحد بهيك اسم، متصلين غلط. لا ما جوهري، انت اكيد عم تلعب لعبة، بس شو هي؟ احكي. لا يا خالي، لا تظلمني هيك. ليكني قاعد جنبك، شو هاللعبة اللي بدي العبها؟ روح فيا نجدت. ليش معلق على نجدت خالي؟ نايم الولد. لا تلعي بلا ما ينام. خالي بدك يعدينا بالمرض يعني؟ بس مرضك ما عداني، ليش لا يعديني مرضه؟ يا أمرجي. خالي حتى لو فيقته ما رح يفيق، شرب دواء حتى يرتاح، ما بيفيق للصبح. انت روح فيقه هلا، واذا ما فاق معك انا بيجي وبفيق لك اياه. والله ما عاد عندك رحمة ابدا يا خال. لك اذا قلت لك روح فيقه بتروح بتفيقه دغري. الو، سممتهم كلهم، تعال نطالع السيارات من هون. ليش ما عم ترد خال؟ ما بدك تجي؟ يلا جاي نجدة جاي. خالك نايم وهي انا جاي. انجي حلوة حتى بهالوقت. الحمد لله على السلامة بابا. الله يسلمك. يا ريتك رحت على البيت، بتكون تعبان. لا مرتاح.
بابا، الشباب عنا حضروا مادة بتدعم بناء المفاعل النووي وحطوها بالصفحة الأولى. رح ألغيها. أنا قلت لهم ينزلوها يا بنتي. بس الألمان والروس هنن ورا هالشغلة يا بابا. بكرة بيعملوا الأمريكان ردة فعل مو لازمة. بنتي، من الممكن نحن نعملها. من هلأ حضروا البنية التحتية لهالشي. بابا، بالزور صلحنا علاقتنا مع فيلر. ماني حابة نرجع نتواجه بسبب هي الشغلة. أنا بحكي مع فيلر. شوفي، العلاقات مع الأمريكان تشبه الزواج، ما في سعادة ملموسة. أحيانا بصير توتر، وأحيانا بصير في خناق، وأحيانا مقاطعة، بس ما بتوصل للطلاق نهائيا. المهم إنه جوزك ما عنده صاحبة يتركك مشانها. هذا يعني ما في حدا أحسن منك. ألو، أنت متأكد؟ دقيقة بابا، صاير هجوم على القاعدة الأمريكية والجيش هلأ بحالة استنفار. بالقاعدة؟ لا، جماعتنا. ننشرها بالصفحة الأولى؟ أبدا، ما رح تنتشر بأي شكل. ليش؟ أمريكا ما ممكن تخسر نهائيا، أو ما بصير تتقدم على أنها خسرت. لنعرف تفاصيل أكتر بعدين مننشره. انتوا بعتوا الجريدة هيك على الطباعة وبيبقى خبر المفاعل. لازم الاتحاد الأوروبي يصير قوة مستقلة عن الناتو ويتحرك لحاله. بالعالم الأحادي القطب، الولايات المتحدة الأمريكية ما بتراعي سياسة أي دولة بتتحرك خارج سياستها، وهذا بيعطينا مؤشر إنه أمريكا راح تفقد قوتها، خاصة نتيجة سياستها غير المفهومة بالشرق الأوسط. وحتى يصير الاتحاد الأوروبي قوة عالمية وإلى شأنها، لازم يكون وجود الاتحاد فعال بهي المنطقة. وأول شرط لهالشي هو جيش أوروبي مستقل، والشرط الثاني لهالشي يكون في عنا تركيا جديدة بنرسم نحن حدودها بطريقتنا. رح تكون ردة الفعل على حديثكم حادة سيدي. لازم يتعودوا على هيك حديث، لأنه هيك رح يصير. طيارة جاهزة؟ جاهزة. داود تتر أغلو ناطركم سيدي. خالي، في سيارات جوا عم كل معلمة. إذا طبينا عليها هلا ال10 ملايين دولار صاروا بالجيبة يا خال. خالي خالي خالي، ها؟ ولك أنا ما قلت لك فوق 100 مرة إنه ما بتعمل شغلة من ورا ظهري؟ خالي، ما عم نلعب قمار، عم نشوف شغلنا. بمحل مين قاعد عم تشوف شغلك بهالوقت المتأخر يا عبقري؟ مو لحدا خالي، محل بحارة ضيقة خالي. ومينك انت للطب على محل بدون علمي؟ مزبوط نجدات؟ مزبوط خالي. يعني هذا المحل طلع له ذو الفقار، ما هيك؟ أي ذو الفقار خالي؟ تبع الباكستان. مو في هنيك ذو الفقار على بوتو؟ بس هذا مات يا خالي، وبنته كمان عطتها قمرة. إذا كانوا كلهم ماتوا معناتها مالهم بيروح على بيت المال خالي. نجدات، لما قلت ذو الفقار قصدك الأغشي خالي؟ جوهر، انت في حرب اسطنبول ما بتعرفها مثل اسمك؟ الحقيقة يا خالي بعد المرض تبعي امحى من عقلي كم وحدة.
هلا إذا سمع ذو الفقار إني أنا اللي كنت ورا هالشغلة، بتعرفوا شو اللي بده يصير؟ خالي ومن وين بدهم يعرفوا؟ الرجال تسمموا هن عم ياكلوا كفتة. لك يا أبر قلبي جمالك أنت، هذا الجمال ما ممكن ينتسى. يعني شو قصدك خالي؟ ناخذ السيارات ونبيعهم ولا بنتركهم؟ إذا في شي رح يكون أسوأ من سرقتي لهذا المحل المليان، تنتشر قصة إنه زازا القبضاي راح من هون بدون ما ينهبوا. ما فضوه بسرعة للمحل، فضوه. كبس علي النوم فجأة. برافو يا حلو. جينا من شان نستلم منكم مراد على مدار. ما اجتنا هيك اوامر. قول لعناصرك ينسحبوا بسرعه. افتحوا الباب، رح ندخل لجوا وناخذ مراد على مدار ونطلع. لازم احكي مع قيادتي. استنى. حاضر سيدي. علم تحت امرك. تحركوا. القيادة تخلت عني، رح يبلش اطلاق نار. لازم تبعدوا من طريقي. امشي. ما عندك اذن تدخل لجوا. خلص نزلوا اسلحتكم. يعني قدر يطلع من هنيك؟ نعم سيدي، قبل شوي طارت الهليكوبتر. إذا هيك أنتوا كمان انسحبوا بلا ما يطول التوتر هنيك. تحت أمرك سيدي.
الحقير يلي تجرأ بكل وقاحة انه يدخل على محلنا يا زينال. واضح انها شغلة زازا. انا ما عم بسألك عن رأيك هلا، عم قل لك اعرف لي مين اللي عملها. يا اغا مين بيتجرأ يداهم محلنا بهالطريقة؟ اذا حدا عملها فبيكون زازا. زينال شو صاير لك؟ ما كنت تحكي مثل النسوان الختايرة. رح ينفجر راسي، ببوس ايدك اعطيني الاذن لروح قوس جوهر براسه. ما كفاه اللي عمله فينا؟ تعا قوس براسي. استغفر الله. ليش هذا اللسان مربوط بهذا الراس؟ نحن منموت وما بنرجع بكلامنا. اعطينا كلمة لميماتي. مثل ما بتقول يا اخ. وينه أوزجان يا زينال؟ بيكون بالبيت. قله لابن اخي انه ما بيعمل شي برات كلامنا وما بيتصرف لخبره. امرك يا اخ. بيكون طار عقله من راسه هلا. ما حدا بيحل شغلة زازا غيري. أهلا وسهلا. أنا ما إجيت انتظر الست لالا، جاي أحكي معها. ليش عم تنطرني؟ هلأ راح تقابلك. حزبنا أكيد رح ياخد القرار الأصح. بالتوفيق. الله معكم. لهلا عم نستنى أوزجان؟ ايه لهلا. خليه يفوت، رح احكي معه بسرعة واصرفه. رح يجينا ضيف كبير بعد كم ساعة. حاضر. تفضل. ذوالفقار آغا بعتك ولا جاي لحالك؟ أنا ما بعمل شي من راسي. نحن بنحترم ذوالفقار آغا، بيفهم بالسياسة أكثر من كل الإقطاعيين، بس هلأ عم بوقف بالمحل الغلط. أنا هلأ ما رح أحكي معك بالسياسة لالا خانم. بالمحل اللي ما بينحكى في سياسة بيحكي فيه السلاح يا أوزجان. أنا بحكي وما بسكت أبدا لأنه عدونا مشترك. شو صاير؟ شو الظاهر الحكومة أذتكم بشي؟ الحكومة منيحة لحد معين يا خانم، بس وقت بتخاوز الحكومة بتترك ابنها عاجز. طيب شو بدك؟ إلنا 10 ملايين عند شرف زازا أوغلو. ما بيدفع لكم $10. لا ما بيدفع لنا، وعمي ما بياخدون. في بالنص ناس تانيين، بس انتو خدوها، كل المصاري حلال عليكم. يعني عمك عم بيقدم هيك مساعدة لمنظمتنا. رح منحل مشكلتك أوزجان. تفضل. الحقيقة زيارتكم فرحتني كتير. كنت مفكر انكم ما عم تهتموا بتركيا مثل مو لازم انكم تهتموا فيها. تفضل. اهتمامنا بتركيا من هلأ أو من زمان ما بينقطع نهائيا، بس نطرنا لحتى نشوف أصدقائنا الأمريكان قديش فاشلين بكل يلي عملوه. عملنا حلف معهم ورجعونا لورا، بس هلأ العالم رح يتغير. أنت أكتر واحد بتعرف هالشي، لأنه من زمان أنت عم تعاني وشركتك عم تعاني من مشاكل كبيرة. قبل 20 سنة كان ممكن يعيش صديق إلك هيك أزمة عويصة.
وانتوا من ايمتى طلعتوا من تحت شمسية الامريكان يا ترى؟ نحن ما طلعنا. شمسية الامريكان انحرقت لحالها. وانا جاي لهون لأقدم لك نفس النصيحة. صابتكم ذات الرئة مع الامريكان، ونهاية هالمرض هو الموت اذا رح بتكملوا معهم. ممكن اعرف شو عم تعرض علي بالضبط؟ بالاول بدنا نحاول نحسن وضعك الاقتصادي. رح تسترجع اللي خسرته بال5 سنين الاخيرة. بعدين رح ندخل مع بعض باستثمارات دولية مشتركة. وبنتك وحفيدك هن اللي رح يستفيدوا اكتر شيء. ما رح يذوقوا بحياتهم طعم الفقر ولا الضعف ولا الفشل لاخر عمرهم. طالما أرون فيلر بعده عم يشتغل هون، كلامكم مع احترامي ما راح يتجاوز الوعود. أرون فيلر حاليا قاعد على قنبلة موقوتة، وهي القنبلة راح تنفجر. لما بتنفجر هالقنبلة راح اسمع عرضكم مرة تانية. لازم تعرف انه رصيدك عنا بالحقيقة كبير وما له نهاية. بس يا داوود، بعد ما تنفجر القنبلة العيون بتعمى والأدنين بتنطرش. إذا بدك نصيحتي إلك، ما تدخل مساومة وانت أطرش وأعمى. لما بيوصل الإنسان لعمري، حتى لو أدني بيبطلوا يسمعوا وما عاد في يشوف بعيونه، بيكون عنده تجربة تحدد له اتجاهه، وأنا مع هيك رح انتظر. أنا ما قلت لكم بشكل واضح إنه ما تتدخلوا؟ مين أمركم تنفذوا العملية؟ سيدي، أمر العملية إجانا من القيادة. إيه، وين هاي القيادة؟ ببغداد. ونحن وين هلأ برأيك؟ بتركيا سيدي. هون وعلى هي الأرض ما في حدا غيري بيصدر الأوامر، فهمان؟ رقيب، حط هذا الملازم بالسجن، رح يتحاكم بتهمة عدم تنفيذ الأوامر. انت تطلع فيني، بدي هليكوبتر تجي لهون وفورا. تحت امرك سيدي. لك جوني، do you speak English? Yes. أنا no speak English. هذا speak English. Okay? Okay. معلم، إذا بتعلمني كل يوم 10 كلمات إنجليزي بصير بلبل فيها. معلم عم يموت. ما راح يموت لنوصل للقنبلة. لوحداتنا المتمركزة بشمال العراق، قولوا لهم يتحركوا على الأرض بسرعة. حاضر سيدي. علي، هلأ خلونا نقدر ناخذ القنبلة منهم، والانتقام بعدين. أهلا وسهلا. أهلين. تفضل. إن شاء الله كانت سفرتك منيحة. تعبت منا شيء؟ أنا بحب السفر. أكتر شيء بيفرحني وقت بسافر لشرق تركيا. ما بتعب أبدا. أنا بشكرك كتير باسم شعبي وبلدي على جيتك لهون بهالفترة. ضغوط بالفترة الأخيرة على منظمتنا بتركيا عم تتجاوز. كانت هي الضغوط
كلها بهدف تحقيق إعادة تنظيمكم. انتوا بتعرفوا لولانا نحن ما كانت طلعت منظمتكم. أنا ما بفكر مثلكم. الأزمة اللي عشتوها بالفترة الأخيرة خلتكم تفكروا فينا بطريقة سيئة كتير. بس طبعا لولا ألمانيا ما كانت تشكلت منظمتكم. فتحنا لكم أبواب أوروبا كلها، أمنا لكم مصدر مصاري، وأعطيناكم فرصة تصقفوا عناصركم وتمدنوهم. نحن ما بننكر هالشي، ايه بس حابة أعرف شو سبب تغيير سياستكم تجاهنا. أنا بتفهم أنه تتدخل مجموعة مسلحة بمساومات مع الدول الكبرى، بس لازم تعرفوا الفرق بين المساومة وبين التهديد، لأنه بالأخير ما في منظمة بتكسب قدام الدول الكبيرة. ما علينا، بعدين بنحكي بخصوص التفاصيل. امبارح رحت زرت ابنك بالسجن. طيب امتى رح تخلوا سبيل ابني؟ انتوا بتعرفوا انه ابني بريء وهو ما بيتعاطى مخدرات ولا حتى بيتاجر فيها. للأسف قضاتنا عندهم نظرة عنصرية شوي، بس اطمني ما رح يخجلوني. رح يطلعوا ابنك من السجن بأقرب فرصة. هي اسمها مساومة حلوة. أنا بعطيك الشي اللي بدك إياه، وأنت بتعطيني اللي بدي إياه. أنا مو 100 مرة قلت لك يا إبراهيم ما بتسكر تليفونك شو ما صار، وإني رح أتصل فيك بال24 ساعة؟ قلت لي سيد فكرت. وين كنت لكم من كم ساعة؟ سيد فكرت، أنا كنت جاي مشان أحكي معك بهذا الموضوع. يعني حتى لو كانت المحروسة بنتك يلي بأمريكا تعرضت لجريمة اغتصاب بشعة ما رح أقبل أي اعتذار. وليش ليصير هيك شي مع بنتي سيد فكرت؟ أنت ما بتعرف أمريكا يا إبراهيم. وأنت ما رحت لهنيك من فترة طويلة ما؟ قولك بيكون تغير كل شي لأنه إجا أوباما يا إبراهيم. أي تغيير معلم؟ قوم لقلك إبراهيم. عود محلي إبراهيم. العفو معلم. قلت لك عود محلي إبراهيم. فيك تفهمني شو يلي تغير بالشركة إذا قعدت على هذا الكرسي يا إبراهيم؟ ولا شي معلم. مرة تانية طلع الحق معك. ممكن نحكي شوي أنا وياك؟ احكي يا إبراهيم. بنتي هون هلأ. أنا ما قلت لك يا إبراهيم ممكن يكون صاير عليها شي؟ لا مو صاير شي وما رح يصير شي. طالما أنا عايش وفي عندي نفس ما رح اسمح يصير شي على بنتي. بعدين لا تقلي إنه ما قلت لك. وأنا عم قل لك نفس الحكي هون سيد فكرت، لا تقول ما قل لي. إبراهيم كلهم دقيقتين قعدتن على هاد الكرسي وكانت مزحة، بقى لا تحكي كلام فاضي يهزلي بدني. لك بنتك بتكون بنتي. غلط، بنتي أنا بتكون بنتي أنا. ما بعرف إذا وصلتك فكرتي منيح سيد فكرت. ليش لا تحكي لي معناته؟ روح احكي لبنتك. أصلا بنتك قد ما كبرت شو بدها تصير يعني؟ أكيد رح تطلع لأبوها. يعني قصدك هلأ إنه بنتي فرخبوم؟ عن إذنك لعرفك عليها. ليش منطرة لها المسكينة برا؟ بتكون تعبانة من السفر. حرام. تعالي بنتي، بدي أعرفك على السيد فكرت.
مرحبا. ابراهيم، هي اكيد مو وحده من بناتك المزورين. اكيد مليت من نفس اللعبه، ما؟ بريهان هي بنتي الحقيقيه. فيك تنادي لي بيري. لا، ما بيصير. ابراهيم، قلت هيك لانه هذا اسم امي معلم. والدك عم يصير غريب مع العمر بنتي، لا تواخذي. رح يتعود علي وكمان انا، لاني جاي وحابه ارجع اعيش بهالبلد. ما هيك بابا؟ بالمناسبة من وصلتي اجاني عرض عمل. اكيد من وكالة عرض ازياء. لا، يعني انا ما بعرف لسه شو شغلتهم. حضرتك يمكن تعرفهم. لا تقول ما قال لي يا ابراهيم. قريبا جدا رح نشوف هالبنت على التلفزيون. ارتاح لك شوي. عبد الحي من هون. الجو هادي زيادة عن اللزوم. رح نشوف. نمشي يلا. كأنه في شي حدا عم يفكر فينا. بس ليكونوا عم يفكروا بحالهم.
وين القنبلة؟ مين اللي عمل هي العملية؟ عم احكي معك، وين القنبلة؟ رح تموتوا كلكم مثل الكلاب. معلم، جايين مجموعة كبيرة. لازم بسرعة نقدر نطلع من هون. على الهليكوبتر. يلا. فجروا طيارة الهليكوبتر. حاصرونا هون، صار لازم نحارب لحتى نموت. ولا يهمك، منحارب. كنا رح نشعل حرب عالمية. عند مين هالقنبلة؟